في يوم وليلة فروع بلبن كلها اتقفلت، ووراها كمان وهمي وكنافة وبسبوس وبراندات كتير تابعة لنفس الشركة، كلها بلا استثناء اتشمعت. ايه اللي حصل وازاي شركة بالحجم ده كانت شغالة بالشكل ده؟ خليني احكي لك الحكاية من اول قرار تشميع لحد اما الدنيا اتقلبت. اللي حصل اليومين اللي فاتوا ما كانش تشميع عادي، احنا بنتكلم عن حملة غلق ضخمة طالت سلسلة محلات بلبن كلها، ومعاها كمان وهمي وكنافة وبسبوسة وعم بهيج وكل اللي تابعين لنفس الشركة. عدد الفروع اللي اتقفلت بالعشرات، وفي محافظات كتير زي الجيزة وبورسعيد وكفر الشيخ واسكندرية وكذا محافظة تانية. طيب ليه؟ التحقيقات والبيانات الرسمية بتقول والله اعلم تشغيل بدون ترخيص ومفيش شهادات صحية للعاملين ومخالفات في الاشتراطات الصحية، والاخطر من كده ان كان في كمان بلاغات بحالات تسمم، والسلطات نزلت بنفسها وشمعت الفروع، والموضوع بقى على الملأ، صور وفيديوهات وقدام الزبائن في الشارع، كل المحلات بتتشمع وكله بيقفل. وفي عز ما الناس بتسأل الشركة ردت ببيان على الفيس كده، قالت ان الموضوع اداري وبتشتغل على تصحيح الاوضاع. بس الرد جه بعد ما الرأي العام انفجر، وكل الناس بقت تسأل نفس السؤال: ازاي سلسلة بالحجم ده عندها اكتر من 4 براندات على الاقل كانت شغالة من غير ورق قانون، وازاي اساسا محدش راقبهم من الاول؟ طبعا على السوشيال ميديا الاراء اتقسمت، ناس شايفة ان في حملة ممنهجة لاسقاطهم، وناس بتقول ان اللي حصل ده منطقي جدا. في وسط ده كله الناس واقفة مش عارفة الحقيقة فين، ولسه الامور غامضة جدا ومحدش عارف فين الحقيقة بالظبط. ويا ترى ايه السبب الرئيسي ورا تشميع كل الفروع دي؟ وانت شايف اللي حصل كان يستحق، ولا شايف ان في مبالغة او تصفية حسابات؟ ما تنساش تكتب لي رأيك في التعليقات.